السلام عليكم. دائما مع وصفات اليمياء. اليوم حنقدم لكم العسيله نطيبها في الكوكوطه مينيت تجي ما شاء الله. دوك نبداو المراحل كيفاش نبداو نخدمو. يلا صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نبداو على بركه الله. كما قلت لكم هادو زوج كيسان ماء، نفس كيلو سكر، نص حبه قارص. نص حبه قارص هي تجي ما شاء الله. دوك نبداو نديرو. جبت الكوكوط ديالي، كوكوطه، درت هذاك الكيلو تاع السكر كامل نحطو. كما قلت لكم ديروها للطمينه، ديروها للمقروط، ديروها اي حاجه معسله تجي ما شاء الله. الكاس الاول كما قلت لكم، ومن بعد نديرو الكاس الثاني ونديرو هذيك النص تاع حبه قارص ونخلطو مليح مليح حتى يذوب لنا شويه هذاك السكر كما راكم تشوفوا هكذايا. دوكا نحطوها حتى يذوب لنا كما قلت لكم هذاك السكر شويه. نحطها فوق الفرن ديالنا على نار متوسطه. حركوا، شوفوا كيفاش راني نحرك، نار متوسطه كما قلت لكم. تحركوا مليح مليح حتى يذوب شويه هذاك السكر. ومن بعداتي كي نغلقوها نحسبوا 8 دقائق حتى تبدا هذيك الصفاره تصفر. يعني غلقت الكوكوطه ديالي دوكا حتى تصفر هذيك الصفاره نحسبوا 8 دقائق. ومن بعد كي طابت انايا كانت مازالت لي شويه دافيه. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. جات الله يبارك، جات بيضه. واللي يحبها شويه ماشي بيضه، شويه كشغل صفراء، هذيك زوج مغارف سكر عفوا يذوبهم شويه كي شغل يولي كراميل من الطرف. ومن بعد يدير الماء ديالو. دوك نوريكم كيفاش انا باش ديروا الطمينه ديالكم كي تشيروا العسيله اللي من برا بزاف عليكم وكامل. انا درت لها نص علبه هذيك الصغيره تاع العسيله ونخلط تجي الله يبارك. شوفوا كيفاش جات اللون ديالها ما شاء الله. كما قلت لكم ديروا بها الطمينه تجيو الذوق ديالها رائع. كي تشروها من برا تجي بزاف غاليه. خممت فيكم. شوفوا كيفاش درت لها. ودوك تشوفوا هذيك البيضه بعد ما ثانيك بردت جات ثانيك الله يبارك. هذه مليحه للبغرير تجي روعه روعه. مذاق ديالها رائع وتستحفظوا بها تقعد لكم شحال شحال. كما قلت لكم تعسلوا بها هذيك اللي درت لها العسيله نونوخس. تحبوا نونوخس ديروا لها ولا المرجان كما حبيتوا تجي ما شاء الله. كما قلت لكم دائما نفكركم في الدعاء كي تكونوا تقلوا في الماكله ديالكم ولا العشاء ديالكم ولا الفطور، قولوا اللهم الكافي. اللي يشوفك يستقنع واللي ياكلك يشبع. طيح البركه وتاكلوا وتوكلوا. إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. مع السلامة. إن شاء الله تكون عجبتكم الفكرة. إلى فيديو آخر إن شاء الله.